كنت بعض الشكوك محمد زكريني فيما يخص هذا الهدف. نعم، يعني المشكل تاع اليوم كان كذلك كاين في الإخراج، يعني بكل صراحة، يعني ما حتى يعني نعرف الإخراج ولكن ما نعرفش كيما هيكل، يعني بكل صراحة. الإعادة ما كانش بزاوية مغلقة. لا، لماذا لا تعاد الهدف بصورة والدليل على مقربة. ذلك نعم. أن الحكم ما استأنفش اللعب كان بسرعة، ينتظر. كان ينتظر. فيه شك لحد الساعة، فيه شك ولو جزء من الألف متقدم، ولكن كان لابد من أن تكون هناك إعادة. حتى تقنية الخط ما شاهدناها. لا خط، لا إعادة، لا يعني فيه حالة أخرى كذلك، يعني فيه دفع على كان داخل أم خارج على زيزو، هل داخل أو خارج. المهم أن المهمة أداها في الشوط الأول بعدم. هو ماذا به تتأهل السنغال لأن لديها لاعبين اثنين. واش قلت لك في الشوط الأول؟ قلت لك لابد أن يكون هناك هدف بتسديدة من بعيد باش ما يكون حتى عليه اللبس. يعني هكذاك وكان في شويه فيها لبس. كان فيها لبس ما شفناش يعني. نعم. لماذا؟ لانه التسلل كان قبل التسديد. قبل التسديده، قبل الفرصه، قبل التسديده. هل هناك تسلل؟ والاعلام زيد كي عاد لك الاعاده من بعيد، يعني زاويه بعيده. هيكلوي علمنا سيري والدنيا، ولا علاه ما عاودها لناش يعني قريبه، ما عاودها لناش، عاودها من بعيده. هذا اللي يخلي باب الشكوك مفتوح، ومره واحده فقط، عاودها مره واحده. حتى هنا في الصور هذه اللي جاتنا في نهايه المباراه نفس الشيء يعني بكل صراحه. انا نهضر لك صح، هو قضى الامور في الشوط الاول بعدم حتى تاهل السنغال، ولكن ديارة كوليبالي ما يلعبوش النهائي، والدليل على ذلك المدرب خرجهم على نفسيا، خلاص راحوا انهاروا. هو يلعب وما في راسه ما يلعبش النهائي. لهذا انا نقول يعني كل حاجه كرهنا هذا الكلام يعني خرجونا منها كمان يعني بكل صراحه يصعب انك تحلل فيها، يصعب انك تحدث حتى حاجه فيها، لانك تعرف جيدا كيف انت اربيت تتكلم كرويا وتكتيكيا وانت عارف انه هناك خلفيات. ما انا هذا شاف نقول واش راكم تهضروا تكتيك وربعه متقدم ودي راكم تهضروا هكذا، الامور راهي مفريه وكلش. هذا هو والدليل على ذلك غرفه الفار ولا مره استدعاته، ولا مره ما كانش كاع، ما كانوش حاضرين، كان كلش يعني مهيأ معبد كما قلت لك الزربيه واجده وكلش مهيأ. انا قلت لك هذا والله راك كي جابها لك كات ومرموش وكذا ما داو هذوك جوج بطاقات ما يلعبوش النهائي. عايز تشوف الشوط الثاني كيفاش ما تولي لها ضربه جزاء داخل ولا برا ما تعاودهاش، الهدف ما تعاودولناش. امين تحدثنا انه احنا نوليو لك محمد انه كره الثابته ربما مفتاح فوز المنتخب المصري، ومن بين نقاط قوته اليوم للاسف لم تستغل ايضا هذه الفرصه. مثل هذه يعني كانت ستكون مؤثره، لكن ما كانتش فيه كره ثابته كثيره. لماذا؟ لان المنتخب المصري ما تقدمش الامام، يعني كان في الحاله الدفاعيه اكثر من الحاله الهجوميه. هذا اللي ما خلاناش نشوفوا. هل بالغ المنتخب المصري في الدفاعيه؟ نقدر نقول لك بالغ، وما لقاش تلك الحلول اللي لقاها مثل مقابله ضد المنتخب كوت ديفوار. لماذا؟ لان الحاله اللي يبقى فيها لما تشوف 5 مدافعين وامامهم 2 اللي هما وسط الميدان، فتحي وعطيه، 2 ارتكاز كانوا بينهما ما كانش مساحه كبيره. وثم تشوف الامام اللاعب صلاح على الجهه اليمنى، والمرموش يبقى بين محور الدفاع ووسط الميدان. هذا خلانا شفنا صلاح، تريزيجي، لاعب مرموش، امام عاشور، زيزو، يعني فيه مصطفى، فيه خيارات من جانب الهجوم. نقدر نقولوا نظام واسلوب لعب المنتخب المصري هو اللي ما خلاناش نشوفوا الهجوم المنتخب المصري. بالنسبه لي اسلوب والنظام اللعب اللي يلعب به المدرب حسام حسن في المقابلات 2 كان عنده مفعوله، لكن اليوم امام قوه المنتخب السنغالي خاصه. ما هي ربما الحلول التي كانت متوفره عند حسام حسن ولم يستغلها في فترات ضعف المنتخب السنغالي؟ هي اول شيء طارق، لو نعودوا في الدقيقه 46 المنتخب السنغالي قام بتغيير،
تغيير تكتيكي. يمين كامارا دخل. يمين كامارا، دخول يمين كامارا في مكان ديارة، هذا يعطينا بأن مثل ما قال جمال، تحس بأن المنتخب السنغالي الكاف يفتح تحقيق الوضوح بعقوبات بعد أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا في دور ربع النهائي من كأس أفريقيا المغرب 2025. أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الاثنين 12 من جانفي 2026 موقفه الرسمي بشأن الأحداث التي أعقبت مباراة الجزائر ونيجيريا يوم السبت الماضي في ربع النهائي كأس أفريقيا 2025 على ملعب مراكش. وودعت الجزائر بطلة أفريقيا سنة 1990 و 2019 البطولة بعد خسارتها أمام المنتخب النيجيري صاحبة 4 ألقاب قارية بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة أثارت غضب الجماهير الجزائرية بسبب أداء الحكم السنغالي عيسى سي. الحكم وتفاقمت الاحتجاجات خاصة في الدقيقة 14 عندما تعمد أحد لاعبي نيجيريا لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء دون أن يمنح الحكم ركلة جزاء أو يلجأ لتقنية الفار للتحقق من اللقطة التي كانت واضحة جدا. وعند نهاية المباراة شهد الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس اشتباكات بين لاعبي المنتخبين، كما وقع تبادل الاحتجاجات بين لاعبي الجزائر بقيادة بغداد بنجاع والحكم السنغالي عيسى سي. ولم يخفي الاتحاد الافريقي لكرة القدم نيته في اتخاذ عقوبات صارمة ضد من يثبت تورطه في سلوكيات غير مقبولة بعد المباراة سواء كان لاعبين أو مسؤولين، بما في ذلك احتمالية توجيه عقوبات للاتحاد الجزائري وبعض اللاعبين قبل مرحلة حاسمة للمنتخب الوطني الجزائري لمحاربة الصحراء استعدادا لكأس العالم 2026. وجاء في البيان الرسمي للكاف تدين الكاف السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال كأس أفريقيا تفتح تحقيقا بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة ربع النهائي بين الكاميرون والمغرب وكذلك الجزائر ونيجيريا. وأضاف البيان أن العقوبات ستطل كل من تورط في أعمال العنف والمشاحنات في المباراتين. وأوضح الكاف أنه جمع تقارير المباريات الأخيرة ومواد مصورة تشير إلى سلوك غير مقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين، وتمت إحالة هذه القضايا إلى لجنة الانضباط للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت المخالفات، كما يتم مراجعة اللقطات المتعلقة بسلوك مزعوم لبعض ممثلي وسائل الإعلام خلال الدخل إلى المنطقة المختلطة. ومقرر أن تقام مساء يوم الأربعاء مباراتي دور نصف النهائي الأولى بين المنتخب المصري والسنغالي والثاني ما بين المنتخب المغربي المستضيف والمنتخب النيجيري على أن يجري النهائي يوم الأحد 18 جانفي 2026. إن شاء الله يعني تكون عقوبات خفيفة على المنتخب الجزائري، خاصة الصراحة الحكم في آخر مباراة كما شاهدتم الفيديوهات قام باستفزاز اللاعبين الجزائريين عندما قام بمصافحتهم، لم يصافحهم بشكل كامل بل يلمس يدهم ويتركه. أما عندما ذهب إلى المنتخب لاعبي نيجيريا صافحهم بكل حرارة وكأنه مفتخر بالأداء الذي قدمه. إن شاء الله ينظر في هذه اللقطات قبل السلبيات على المنتخب الجزائري، لأنه شكل يعني صور مستفزة للأمانة. في الأخير بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في مشواره القادم. لا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم أبرز مثل فيديوهات. السلام عليكم.